علمونا زمان إن الضحك من غير سبب قلة أدب. أتاريهم بيضحكوا علينا، والله كانوا بيضحكوا علينا. كانوا عاوزين يعلمونا ويربونا على الحزم والمسؤولية والشدة، فتربينا عليها فعلا. بس اللي أنا اكتشفته حاليا إن أساس التعب والمشاكل في حياتنا دلوقتي إننا فعلا ما بقناش نضحك من قلبنا. حتى الابتسامة بقينا نستخسر نبتسمها في وش حد. بقينا مضغوطين مش فاضيين لا نقعد مع أولادنا ولا نقعد مع نفسنا شوية بهدوء واسترخاء. عمالين نجري ونجري ونجري، والسنين بتعدي لحد ما كبرنا على الفاضي. مع ان الضحك ده فوايده كتير، بيقوي عضلات القلب، بينشط الدورة الدموية، بيقلل من التوتر. لحضرتك شفت فوايده كتير قد ايه؟ الضحك نعمة ربنا اعطاها لينا بالمجان. مش هندفع فلوس عشان نضحك او نبتسم وفي الاخر احنا بنستخسرها في نفسنا. الضحك بيطول العمر وبيصغر سن الإنسان اللي تلاقيه بيضحك على طول تلاقي سنه صغير ووشه بشوش. هقولك ابتسامة واحدة، ابتسامة في وش أخيكي صدقة. شفت ربنا كريم قد ايه؟ عملك صدقات بالمجان، قالك تبسمي وهكتبها لك صدقة وانت مش راضية تتبسمي. هقولك اضحكي، ضحكتك جميلة، انتي كمان جميلة. ما تشيليش هم بكرة أحلى وأحلى، والحلو كله جاي. ومع السلامة.